إذا ما يجيكش البانكيك محمر وخفيف كما هذا وبمكونات موجودة في كل بيت، ما تقوليش نعرف ندير البانكيك. هاي نديرو كيف نجيبو في انبول حبة نتاع البيض اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ، ومن بعد ما نضيفوها نزيدو ربع كاس نتاع السكر حرش، ومن بعد نجيو ونخلطوهم مليح باش هذاك السكر يذوب مليح، يذوب لنا مليح، لازم يذوب مليح، يذوب خلاص يولي ما يبانش. ومن بعد ما يذوب لنا مليح هذاك السكر في هذاك البيض، نزيدو مغرف صغيره نتاع لافاني، مغرف صغيره نتاع الخميره ديال الكادو، وشويه نتاع رشه الملح، ومن بعد نزيدو 2 مغارف كبار نتاع الزيت، ومن بعد نخلطوهم مليح باش هذاك الزيت يدخل لنا مليح مع هذوك المقادير وما يخرج لناش. وهنايا بعد ما نخلطو مليح نجيبو كاس نتاع الحليب اللي يكون ما سخون ما بارد، يكون دافي، ومن بعد نضيفوهم ونخلطو حتى يديروا لنا فقاعات هكا ويبيض لنا الخليط. نخلطوه مليح ومن بعد ما خلطنا نجيبو الفرينه، نحتاجو من الفرينه، نحتاجو كاس وربع نتاع الفرينه، نغربلوها ما نحطوهاش طول باش ما يديرناش هذيك الحبيبات في الخليط. والخليط ما يجي خفيف ما يجي ثقيل بزاف، يجي هكا شاد روحو شويه. نضيفو تدريجيا، قادر تحطوه كاع، قادر ما تحطوش الفرينه هذيك كاع هذيك الكميه، حطوا وشوفوا حتى يتخلط لكم حسب الفرينه نتاعكم. نكملو ونخلطوهم مليح. انا ضفت هذاك الكاس نتاع الفرينه ونخلطوهم مليح. نحيو هذيك اللي في الجوانب ونخلطو حتى نتاكدوا باللي الفرينه هاي طلقت في الخليط مليح وما بقاتش الحبيبات، خلاص ما كانش لازم ما يجيش فيه الحبيبات الخليط خلاص. ومن بعد نخلطو مليح حتى ينسجم لنا مليح وتدخل هذيك الفرينه مليح. نزيدو ربع كاس نتاع الفرينه نضيفو ونبقاو نخلطو، وقادر ما تزيدوش هذا الربع كاس نتاع الفرينه، ونغربلوهم مليح. ومن بعد نكملو نخلطو وراح نوري لكم القوام نتاعها كيفاش يجي. نخلطوهم مليح هذيك الفرينه حتى تدخل لنا مليح في هذاك الخليط نتاعنا. وشوفوا كيف بدا يتقال لنا، ما بقاش خفيف كما كان في الاول، بدا يتقال لنا شويه ماشي بزاف، ما تقلوش بزاف باش لي بانكيك ما يجيوناش معجنين. ونبقاو نخلطوه حتى نشوفوا بلي وصل النتيجه اللي حابين فيها. شوفوا كيف القوام يجي، ما يجي خفيف ما يجي ثقيل بزاف. ونجيبوا المقله اللي كنا سخناها مليح وما نضيفوا لها والو وتكون ثقيله وما تلصقش، ونحطوها هكا في الوسط، نديروا دائره هكا كما تحبوا ديروهم صغار ولا كبار، وانتم حسب الحجم اللي حابينه. ونخليوها طيب على نهر هادئه حتى تبدا دير لنا في الثقوب هكا، نقلبوها يعني راهي طابت. ونكملو هنايا نشوفوا بعد ما كملناهم ووجدوا لنا كامل وجاو بزاف بنان ومحمرين ومقرمشين. جربوهم ما راح تندموا، والى وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.